ثواني ثواني عايزك ثواني. نلبس ساعة تانية حتة شعبان عبد الرحيم، واخد بالك انت معانا برضو ايه ساعة تانية، حتة شعبولة، نبقى ايه بإيدك ساعتين، واخد بالك بطل دوري يا باشا تقيل عليك، واخد بالك انت نقفلها عشان تقفل فقر عينك وحشة. تمام. كان بيعملها كده صح؟ كان بيلفها كده وراح عامل كده، واخد بالك انت ملهاش لازمة خالص. الله. دوري يا سلام يا يخرب بيتك، حته وحشه قوي، خد بالك انت بتتعامل كده هندسه، بتتعامل وانت بطل دوري، ما بتتعاملش وانت بتكسبني بس. ها. روح بقى ايه ثواني اقلع الساعه مضايقني شويه. روح بقى سلم لي على البط الكيني والوز السنغالي والوز العراقي، بيقول لك بيبقى رقبته طويله حلوه كده، حاجات تستاهل بقك، واخد بالك حاجه دلع عليك. بطوله الاغلى في التاريخ بالنسبه لي، مالكش دعوه، اصل انت خدت دوري، انت مالك يا باشا. انا خدت يا عم دي بالنسبه لي بطوله العالم، انا باشا متكيف، انا بطل. انت بقى تروح تلعب هناك كده في الميه هناك، خد بالك تحققها السنه الجايه، خد الكونفدراليه عشان تلعب معايا سوبر، تلعب معايا باشا الدوري الابطال اللي جاي بتاعي يا عم، انت مال بمزاجي، طالما بطل تتفرج وتتكيف. بتتعامل كده يا ليفا وانت كسبان، مش وانت ايه كسبان ماتش بس، واخد بالك انت. بسم الله بسم الله نبدأ. سلام عليكم يا رجاله، احلى رجاله في الدنيا واجدع جمهور في الدنيا، جمهور نادي الزمالك. باشا لما تيجي تقيم بعد اذنك بعد اذنك بعد اذنك، تحط جمهور الزمالك وبعد كده ترص. ما تحطنيش في مقارنه مع جمهور ما عندهوش شويه حاجات كده، تفاصيل في الديتيلز كده، ما عندهوش يا باشا، هو بيبقى مقتنع ان هو كده صح، هو قال لك شويه صحاب بقى ايه، قال لك بس يا باشا ده الزمالك مش عارف هيخسر وبيراميدز، سيناريو عايش في الاوهام هو يا عيني. عارف انت لما تجيب باشا تسحب منه البشويه او تشيل منه الطربوش، واخد بالك هم كده عاملين كده بالظبط دلوقتي، مفيش يا باشا، هو مش مقتنع ان هو ايه رايح للبط الكيني والوز العراقي، هو مش مقتنع، هو مش جاي معاه، واخد بالك انت ممكن تلاقي الصبح ناس ماشيه بتجري في الشارع ما تعرفش يقول لك ده اهلاويه، من كتر الصدمه دول اهلاويه. البطوله الاغلى في التاريخ، هقول لك ليه للزملكاوي بس، لو اهلاوي تعالى كده انا جبت بص فهم بالكهرباء مفيش فايده فيك. فباشا بالله عليك انا محتاج اوجه رساله لشخص، يعني هو عارف الرساله بس انا بحاول ازودها، بس انت مفيش فايده، واخد بالك انت. بص يا باشا صلي على سيدنا محمد. الزمالك هو الحياه، دي جمله كده بتتكتب كده، ما بتتكتبش كده هباء كده، الزمالك هو الحياه، لا مفيش منه. الزمالك هو الحياه يعني ايه؟ يعني نازل طالع، نازل طالع، في المحن بيكسب بطوله، في الظروف الصعبه بيكسب بطوله زي البني ادم. يعني البطوله دي كانت بالنسبه لنا كلنا كزملكاويه بطوله للمستقبل. انا طب انا لو اشتغلت كويس واجتهدت، طبعا لكل مجتهد النصيب، بس الواحد بيشوف برضو حاجات بعينه كده بتحسسه لا لسه. لو انت واقع وميت اكيد مش هتبقى ميت اكتر من الزمالك، اكيد مش هتبقى ميت اكتر من الزمالك. الزمالك 18 ايقاف كده، هنتكلم على كل الكلام ده. فانت يا باشا بتعمل معجزه، انت باشا الجيل اللي طالع ده بيفتخر بيك، والزملكاويه بيفتخروا ان هم زملكاويه، عشان انا في حته تانية يا اعلام. ها. فجمهور الزمالك بعد اذن حضرتك ما تقارنوش بحد كده، يعني هاته كده على جنب، لان هو عمل انجازات. انا ما شفتش جمهور بيجيب بطوله، البطوله دي جابها الجمهور. الجمهور اللي لف في الملاعب كلها، الجمهور لما الفريق بتاعه خسر 3 بقى بيشجعه، الجمهور بتاعه لما فريقه خسر كونفدراليه وخسر نهائي بقى بيشجعه. انت بتعرف تعملها، صلي على النبي، يعني انت بتعرف تعمل الحاجات دي، ما تعرفش تعملها لان الحاجات دي صعبه عليك، او مش صعبه، مستحيله بالنسبه لك، عشان انت بالنسبه لك عاوز بطوله. انت بالنسبه لك لازم تاخد جرعه البطوله، جت حلال جت حرام جت شمال جت يمين جت فوق مالكش دعوه. ما انت اهم حاجه يا باشا بطوله، اي حاجه يسموها لك بطوله، انت ممكن النهارده تسمي ماتش البطوله، واخد بالك كسبت المصري كان ناقص، وسبحانك يا رب الاهلي كسب 2. برضو ايه يعني ربنا برضو ايه يا جماعه يعني، العدل برضو. ها كابتن عماد دايما كده بيبقى كسبان بعد كده بيبقى خسران، يعني في ماتش الطلائع كان بيدرب مره الطلائع، كان كسبان 2 خسر الشوط الثاني 3-2 والاهلي خد الدوري بسبب الماتش ده، الماتش ده علّى الاهلي. فربنا برضو ايه مع المظلوم دايما، واحنا غلابه وايه ورايحين في داهيه، وربنا كرمها وسهلها معانا. الزمالك بطل الدوري غصب عن حاجات كتير جدا. المنطق الزمالك جابه فينش عدى عليه 3، احنا باشا ما عندناش منطق، احنا ضد المنطق. بطوله اعجازيه مش هتعرف تعملها عشان الظروف بتاعتك مستحيل تبقى شبهي. تمام. فبالله عليك برضو لما تيجي تقارن ابعد عن جمهور الزمالك، يعني اعلامنا بالله عليك ابعد عن جمهور الزمالك، قارن باي حاجه وابعد، هات الزمالك كده على جنب، بعد كده قارن الانديه التانيه كلها. انا
بطل الدوري الاعجازي. مزاج يا باشا، انا مبسوط، انا مبسوط وبرش برفان برفن على حالي، واخد بالك انت كده غريبه قوي. مبسوط يا باشا، بتتعمل كده لما تكون كسبان، مش لما تكون ايه كسبان ماتش. ها ركز معايا شويه، دوري يا باشا، بطوله كده، حاجه حلوه كده، خد بالك انت. معلش انا عارف الموضوع وجع. نخش بقى نتكلم. الموسم خلص على خير، الدنيا خلصت تمام. ناخدهم بقى واحده واحده، تمام، ناخدهم بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا الجمهور ده في حته ثانيه، تمام، الجمهور العظيم. ها نبدا بمين؟ باللاعبين. انا كان عندي 17 او 18 مقاتل، تمام. ليه يا عم مقاتل؟ يا عم انت قلت الماتش اللي فات، ما انا ما قلتش على اللعيبه حاجه. الماتش اللي فات الناس طلعت بقى دغدغت وبوظت ومش عارف، هنتكلم برضه على الكابتن معتمد جمال وعملت وخلت. صلي على النبي يا برنس. الراجل ده عمل يعني 200% من مجهود، يعني الراجل ده دبل مجهوده. الراجل ده يعني الامكانيات بتاعت اللعيبه، عشان نكونوا صراحه كده ونتكلم بالراحه بما يرضي الله. النهارده شوف مين باك يمين ومين باك شمال ومين مساك. على دماغي كل اللعيبه دي رجاله، بس شوف مين اللي بيلعبوا في ارض الملعب يا جماعه. ما واحده واحده برضو على اللعيبه اللي موجوده دي، واحده واحده بالراحه، واحده واحده على شحاته، واحده واحده على اللعيبه دي كلها. ما انت برضو بتشوف الامكانيات، بتشوف اللي قدامي ده هيطلع منه ايه. اخره يا باشا ايه؟ ده اخره اقسم لك بالله. الراجل ده جاب خلاص دخان من بقه. اللعيبه في كام اخر دقيقه خلاص يا جماعه. يا جماعه برضو بالراحه، ده في حوالي 14 لاعب لاعبين موسم كامل، كاس دوري كونفدرالي، كل المطوشه دي كلها. التاني منافس طلع من دوري الابطال وريح، واخد بالك انت، وقاعد بملياراته. ومفيش برضه رايح يلعب دلوقتي مع بط الكيني. هقولها كل مره، بط الكيني والوز العراقي، ممكن تريم العراقي يخش ايه يريحنا منه، واخد بالك. فاللعيبه رجاله، تحيه لارجل لعيبه في الكون، تمام. اللعيبه اللي ضحت بحاجات كتير جدا، مرتبات. ما ده برضه يا جماعه، ما خلينا نتكلم كزملكاوي، ده اكل عيش يا باشا. الراجل ده جاي بياكل عيش برضه، بيحب الزمالك، بس راضيني الله يراضيك، واخد بالك انت. دلع عليا بس عليا عشان امسي عليه، تمام. فاللعيبه شكرا مليار و500 الف مره، ارجل لعيبه في مصر. ارجل من لعيبه كتير جدا بتاخد 100 مليون وبتطلع بالكره في الاول، تمام. خلصنا اللعيبه، تخش على مين؟ معتمد جمال، الراجل اللي اتهدر حقه الموسم ده موسم كامل. صلي على النبي. كابتن معتمد جمال، الماتش الاخير بتاع الكونفدراليه، الناس طلعت قالت جمله عيب، معتمد يا جبان ومش يا جبان. صلي على النبي، خلينا نتكلم واحده واحده كده بالراحه. الراجل ده جه كده، سلام عليكم يا جماعه. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا استاذ معاك دول. عاوزين نوصل دوري الابطال. قال لهم تمام جميل ماشي. طب انا ممكن يعني اوصل لكم نهائي كونفدراليه، وممكن اوصل لكم ان انا انافس على الدوري، ايه رايكم؟ والله ده اوبشن عالي جدا. ده يعني ما فيش اصلا، يعني كل المحللين كوره، ارقام كله الكوره، قال لك يا باشا الزمالك اخره يروح دوري الابطال، اخره ما فيش. يعني لو عملت كده انجاز باللعيبه اللي معاك دي، ب 18 ايقاف قيد، خد بالك انت، بامكانيات ضئيله. دي بقى برضو فكره ايه، لما انت تبقى شغال في شركه، هديك مثال صغير كده، واخد بالك انت، وتبقى انت عامل مجهودك وحارق، وبص يا باشا جايب اخرك، جايب التوب بتاعك، وفي واحد يقول لك انت جبان. جبان يا باشا، ده الشغل اللي انا عملته ده محدش يعمله غيري. التشطيب ده تشطيب. فالكابتن معتمد جمال اتهدر حقه اعلاميا وكل حاجه. ما تشوفوا يا جماعه اللعيبه اللي معايا على دماغي كل واحد فيهم، بس نتكلم واحده واحده. انا دلوقتي واحد معاه مليار وواحد معاه مليون، مين اللي يكسب يا شباب؟ نركز شويه يا زملكاويه بالله عليكم. مين اللي يكسب، المليار ولا المليون؟ الراجل خلى المليون يكسب. فيا جماعه معادله اقسم لك بالله رهيبه. في تركايه نتكلم عنها برضه عشان نكونوا حقانيين، قله الخبرات. ايوه طبعا، ما الراجل لسه يا جماعه ده تاني فريق يدربه. هو كان بيدرب الانتاج الحربي، الانتاج ده نزل من كام سنه، وبعد كده الزمالك خضه يا جماعه، خضه كبيره قوي، يعني خضه تقيله. فشكرا معتمد جمال، شكرا 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 شكرا. وبجد انت لازم يعني يحتفوا بيك، يعني لازم يتعمل لك كده حفله لوحدك بتاعت معتمد جمال، اللي هو ودانا للمرحله دي، تمام. نخش بقى على اهم حاجه، والحاجه اللي انا كنت صابر عليها، صابر رباعي، خد بالك انت، ومكنتش عايز اتكلم عليها. مجلس اداره نادي الزمالك. بص يا باشا، صلي على النبي. مش معناها ان انت خدت دوري فانت ناجح. يا عم ده راجل واحده واحده. بص يا باشا، شوف ما وراء الكواليس. شوف مجلس الاداره ده عمل ايه، وداك فين، مش وداك فين في البطوله، وداك فين كده اداريا.
لما يبقى عندك حوالي 18 ايقاف قيد، منهم حوالي بتاع 8 ولا 9 الصفقات اللي عملها مجلس الاداره الحالي، يبقى في مشكله انت عندك في مجلس الاداره الحالي، وعندك مصيبه سوداء. عشان بس الناس بس يلا بقى مش عارف ايه مجلس الاداره وخد بطوله، لا فاشل، فاشل اداريا. اللي جاب البطوله جمهور الزمالك، لاعبين الزمالك، معتمد جمال وجون ادوارد. الناس دي اللي جابت البطوله، مجلس الاداره يشيل ايده منها خالص، ومصلحه اللي هو ما جاش عشان نريحنا منه. فمجلس اداره نادي الزمالك اللي عملوا كوارث، احنا كنا ساكتين طول الموسم وسبورت ودعم عشان نشوف اخرتها ايه، اخرتها سودة. امشي او تشوف حد يعني يديرها عدل، او توفر يعني فلوس، اعمل اي حاجه. يعني انا شايف جون ادوار راجل يعني في الاداره بيوفر فلوس وبيجيب لعيبه، طب ده مسكوه يا جماعه الرئاسه بقى، ما بجد بما يرضي الله برضه عشان نتكلم برضه، ما الراجل خلاص اتهرى، الراجل اتقتل، هيعمل ايه تاني؟ راجل اداره ولا فلوس ولا هيجيب لعيبه ولا هيبيع لعيبه ولا هيعمل ولا هيخلي، هيعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ فبالراحه، بالراحه شويه، مش قد ادارتها اخلع يا عم، امشي. لو انت الدنيا في البلاله كده خد بعضك وامشي، في مليون واحد يجي يمسك الزمالك كفء عنك. انت خربتها باشا، انت 18 ايقاف كده مش عارف هتحله ولا ما تحلوش، اتحاد الكوره طلع هيزق معانا زقه. فانت كمجلس اداره فاشل، انا كنت ساكت عليك وصابر. فيا تشتغل عدل وتوفر موارد، يا اما تاخد بعضك وتتكل على الله. ما شفتش كده، انت واخدنا وبتنزل، يعني الزمالك كان كده مثلا كان كده، انت بتاخده وبتنزل بيه لتحت. لولا جه الجندي المجهول جون ادوارد، جه راجل السلام عليكم يا جماعه هنديك 500 مليون، راح جاب الراجل صفقات لقاهم 500 جنيه. فايقاف قيد، ايقاف قيد، مش جون ادوارد. جون ادوارد ما علوش اي ملامه، ما هيعمل ايه؟ طبعا هيدفع من جيبه يا جماعه. بس جون ادوارد برضه ايه الصفحات الاهلاويه مش كفء ان هو يمسك نادي زي نادي الزمالك، كان مش عارف كان ماسك فاركو ولا كان ماسك ايه، وكان عمل معاهم ماشي. هو عشان ناجح يا جماعه، هو اللي بينجح بيتعامل معاه كده بجد. يعني انت لما مثلا لما تنجح، هي كده، هي كده اعلامنا بالكوره بتاعتنا بتمشي كده، بتمشي اللي ينجح بيتعدى. الراجل ناجح، ناجح، ما تشوف الصفقات اللي جابها. هو ماله بايقاف القيد؟ عشان بس ما تخنقناش، مال جون ادوارد بايقاف القيد؟ ماله؟ هيعمل ايه؟ هو جاب اللعيبه هيدفع لها من جيبه؟ يا زملكاوي افهم بالله عليك، عشان ايه هما ايه بيحاولوا يعملوا حاجات توديك في حته تانية تخليك تهاجم راجل ناجح. لا الراجل ناجح، ما تشوف الصفقات اللي جابها وجايبين كام. خوان الفينا، شوف الراجل ده هيجيب لنا كام، هيكسبنا كام. لكن لا، الناحيه الثانيه سواد البرك بيدفع بص بقى المقارنه بقى، عشان اقسم لك بالله اعلام دلع. 3 مدربين بيدفع لهم، المدرب الاخير ده هيدفعوا له 5 شهور، الشهر ب 300,000 دولار، يعني ياخد 1,500,000 دولار، يعني هياخد 150 مليون جنيه عشان يمشي. كارثه، كارثه، ومحدش بيتكلم. لا انت صح، انت احسن يا اختي، عارف انت الشغل ده نجد، عارف هو ده بالظبط كده بالظبط. لا يا باشا، الراجل باقل الموارد ناجح. فتحيه لجون ادوارد، تحيه جامده، يضرب لك طلقتين في الهوا باشا، ده انت دلع الدلع وروقان الروقان، وخليك معانا بظهرنا. عشان بنسبه كبيره البطوله دي بطلها هو جون ادوارد، بس جندي مجهول كده في المداري كده. تمام. فمجلس الاداره يعني يا تديرها يا تسيبها، عشان هي كده اعتبر متسابه، بس انت موجود ايه طربوش على نعش، مالكش اي لازمه. فتحياتي لمين؟ لجون ادوارد. تمام. نخش بقى، قلت لكم يا جماعه على حاجه، انا قلت لكم في بطولات بتروح بسبب اللقطات. تمام. من ضمنها يعني بطوله كده راحت للمنافس، كان هيوصل نهائي كاس عالم، هوب دخل ضيعها، ودخل اللي بعده ضيعها، عاوز ياخد اللقطه، عاوز يخش يعمل يغيظ جمهور الزمالك. تمام. وما وصلش كاس عالم والبطوله راحت عشان تاخد اللقطه. فالكونفدراليه جزء من ضياعها اللقطه، الناس اللي كانت عاوزه تيجي تاخد اللقطه. شوف كده، بص كده مش هتلاقي تيشيرت ومش عارف ايه كده، يجي بس ساعه اللقطه بتبوظ. والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى مش عايزك يا عم تبان، يا حول ولا قوه الا بالله، مع ان في مجهود ناس راح، بس هو مش عاوزك انت تبان. فيا ريت اي ماتش كده فيصل يا جماعه، عاوز تيجي زي ما قلتها في ريلز نزلته، عاوز تيجي تشجع الزمالك، عندك التالتة يمين، روح يا باشا شجع بس. لكن تيجي لي كده في الفي اي بي كده ومروق كده وفي التكييف وتنزل تعمل لي كده، مفيش. اللقطه ما جاتش وخدت بعضك ومشيت، يقمر عيش وخلصت الحكايه. فلان وفلان وفلان، مش بوجه كلامي لحد واحد بس. فاساطير نادي الزمالك هتيجي تدعمني
شبه مين؟ شبه مصطفى محمد. جه الراجل بنش في مستخبي كده، مش عاوز يبان ياخد اللقطه، عشان لما يروح البرنامج بتاعه زي ما قلتها برضه يقول لهم انا ضحيت عشان انا كنت جاي من العزا عشان بدعم فلان. يا سلام، هو انت ايه ظابطها على البرنامج ولا ايه؟ ما برضه يا جماعه الحاجات دي ما بتجيش معايا سكه بصراحه، ما اعرفش بقى، انا كزملكاوي الحاجات دي ما باكلش منها، ما بتاكلنيش عيش. ادعمني بعيني كده، وريني كده يا باشا الدعم، قول لي يا باشا انا بدعمك، انا معاك في ظهرك، سبورت، بدافع عنك لما بتيجي سيرتك، اقسم لك بالله بص خالص مفيش كلام، كله يسكت، كل اللي بيقولوا هوبا بيبقى هوبا، لكن اي حاجه هو بيقولها مفيش يا باشا، في الضياع يقعد يهزر ويهرر وكركر ومرمر وبيقبض، والزمالك طالع عينه وهو يجي ياخد في الاخر اللقطه، سواء فلان او اي فلان تاني. انا بكلمك بما يرضي الله، رزقي على الله. ويا عم فكر في كلام، قول لي انت غلط، قول لا يا باشا ده دعم وعمل ايا كان اسمه ايه، ما تدعمنيش كده يا جماعه. ما تشوفوا دعم عبد الحليم علي، افضل اقول بطل عبد الحليم علي، بطل. عبد الحليم علي بيجي يدعم الزمالك من غير اي حاجه، عبد الحليم علي جاله الاهلي ما راحش وهو مبطل. دي المواقف، دي المواقف اللي تثبت لك ده زملكاوي بيضحي عشان خاطر الزمالك وصبرت في ظهر الزمالك، مش بس ها. فاساطير الزمالك هتيجي تدعمني على عيني وعلى راسي، انا مع الزمالك بس يا باشا الفتره الجايه. اسطوره، يا سلام، بحبك بعشقك، سبورت بقى، اديني زقه، مش هتديني زقه عندك بيتك اتفرج في الكنبه بتاعتك، ما تجيش الاستاد، بركتك دي مش عايزها. تمام، نخش بقى على الداعمين لنادي الزمالك ماديا. بص بكلمك بما يرضي الله، يعني اخر حاجه شفنا انا شافتها عيني، عشان برضه انا بكلمك يمكن انت شفت حاجه تانية. انا الوحيد اللي شفته بيدعم نادي الزمالك الفتره دي كان الاستاذ ممدوح عباس، يعني هو اللي جاب اللعيبه دي لمجلس الاداره اللي هو نايم صحون الصبح كده لو نايم، خد بالك انت. فانا ما شفتش حد تاني دعم نادي الزمالك، عشان برضه نتكلم، لازم كل واحد ياخد حقه يا جماعه. انت ضده بس لازم تقول هو الراجل ده عمل ايه، معاك مشكله معاه بس لازم تقول الراجل ده عمل ايه، ده حق ربنا. انا ما شفتش غيره، ما شفتش حد حط جنيه تاني، ما شفتها. انت شفتها قول لي، انا ما شفتهاش والله العظيم. فشكرا استاذ ممدوح عباس ان هو جاب لنا حكام اجانب، كان الماتش ده كان هيبقى كارثه. والحكام الاجانب احنا ما عندناش معاهم مشكله، ليه؟ لان انا عادي، اصل الراجل ده جاي من غير اي افاده، لكن اللي جاي غيره بيبقى هيموت يخسرك. فشكرا استاذ ممدوح عباس ان هو جاب لك حكام اجانب وبيدعم ماديا. تمام، ما شفتش غيره بيدعم بقى، ما اعرفش بقى، مع اننا عندنا في مجلس الاداره ايه، عتاوله شاركز، عارف الشاركز؟ احنا عندنا شاركز في مجلس، مش عارف بقى، مش عارف بيطلعوا ايه، مش فاهم يعني. ندخل بقى على الحاجه اللي بالنسبه لي هي مش غريبه، انا متعود عليها، يعني الاعلام. واخد بالك انت، اعلامنا بقى، اعلامنا دلوقتي هتلاقي مثلا زي تلفزيون كده في قناه معينه كده، زمالك بوم تش طخ، بوم تش طخ، زمالك اسطوره، الزمالك جميل قوي، انت باين فخك كده ايه، فجاه كده، فجاه اقسم لك بالله. اما بالنسبه بقى نشوف ازمات نادي الاهلي، انا مال امي، يعني انا يعني مثلا المخرج في المباراه، الزمالك كسبان واحد، كسبان واحد عادي جدا، فجاه راح جايب بلانتي للاهلي. يا عم انا مالي، يا عم الاهلي كسبان، طب صلي على النبي، طب انت اللقطه اللي انت جبتها دي انا استفدت منها حاجه؟ طب مثلا لو اعتبرنا مثلا، هحكي لك حاجه ثانيه مثلا ايه، ان اللقطه دي مثلا هتاثر على الدوري، مش عارف، لو الاهلي جاب الثاني فالدوري هيروح كده، فاقول لك يا باشا لا، ده انت لازم تجيبها، دي لقطه مهمه. بس انا مال امي انك تجيب لي لقطه البلانتي بتاع الاهلي في ماتش الزمالك، انا مالي. ده الاعلام يا جماعه، عشان تبقى عارف بس ايه، هتلاقي سبورت النهارده وبكره، بعد كده نرجع بقى تاني النادي الاهلي بقى نلحقه بسرعه، ده بيغرق يا شباب، بسرعه سكر الاستاذ، النادي بيغرق نلحقه بسرعه. هتلاقي بقى الفتره الجايه دي كلها دعم، سبورت، كله بيسبورت اهلي، سبورت اهلي، عاوزين ندعم بقى، عاوزين نشوف المدرب الجديد اللي جاي والصفقات الجديده اللي هيجيبها النادي الاهلي. صفقات ايه؟ هو عاوز يجيب صفقات تانية؟ طب يدينا القديم طب، واخد بالك؟ فانت ركز الفتره الجايه في اعلامنا، هتلاقيه رايح في ايه، السياق كده زمالك، واخد بالك داخل شمال، راح فين يا ابويا؟ هجيب حاجات والله وجاي. فمالكش دعوه بالاعلام، خليك معايا كده ايه، ناخد وندي بشكل ودي مع بعض، سيبك من الاعلام عشان الاعلام ده مفيش هتاخد منه حاجه، هي بس قناه نادي الزمالك افتحها، بقيه الاعلام ده ما فيش خالص، قهاوي وكافيهات وكافيتريات، سيبك من الكلام ده، الكلام ده ما بياكلش عيش، والكلام ده ايه، بيبقى في حاجات ايه، عياط من غير فايده، عارف انت اللي هو لك ايه، بيقول لك مش عارف مثلا كده، يقول لك ايه، مش عارف كفته ودخان كتير، ولا مش عارف ايه، دخان كتير كفته قليل، واخد بالك؟ هو ده بالظبط، دخان كتير كفته قليل. تمام، فده جزء الاعلام. اما نخش بقى على المنظومه الاهم، هي منظومه اتحاد الكوره، اتحاد الكوره المصري.
السنه دي اتحاد الكره اتهاجم من النادي الاهلي، مش عشان انت عملت ايه، انت خليت، انت ازاي تخلي الدوري كده اصلا. هو النادي الاهلي خسران في الدوري ده، مش خسران بطوله، وكده كده خسران. بس هو خسران ليه؟ لان عدد الماتشات قلت. طب يا ابو علي، عدد الماتشات قلت، الاهلي خسران ايه؟ خسران الرعاة بتوعه كانوا متفقين مثلا على 100 ماتش مثلا، فجاه بقوا 75. لا يا باشا، ده انت كنت تعمل لي اعلان ب 100 100 مره، فانا لا يا باشا الكلام ده. فالاهلي صدقني مش عاجبه النظام ده، والاهلي هيبمبك في النظام ده البطوله اللي جايه، يقول لك لا لا يا باشا ما ينفعش معايا الكلام ده، انا عاوز بطوله نفسها طويل ونفس قصير بقى، ايه خد بالك انت خش لك غطس بقى شغل ايه انت الاول ولا انا الاول؟ لا يا باشا، البطوله تفضل كده، البطوله كده حلوه، هي مكيفين فيها منافسه. يا عم يا عم انت ايه يا عم؟ يا عم انا عاوز اعرف حاجه بجد والله، هو النادي الاهلي ده مصر كلها؟ يعني النادي الاهلي ده مصر بالمنتخب؟ ما هي البطوله دي بتفيد المنتخب، طبعا بتفيد الكره المصريه يا عم. يعني انت على الاقل اخر ماتش مش عارف الدوري رايح هنا ولا رايح ده ده تسويقيا بيفيدك يا عم انت. يا عم ده بيفيد الفرق التانيه، هو انت عاوز تاكل لوحدك؟ ما يفيد، ما يجي واحد مثلا يشتري لك يا باشا الدوري ده قبل اخر ماتش اتحسب، فيجي يتباع ده الدوري، يتباع ده والله العظيم، سواء الزمالك كان خده او اي حد كان خده، ده الدوري ده يتباع، يتباع، وانا هستفيد اهلي، والزمالك هيستفيد، وكل الفرق هتستفيد، وسيراميكا هيستفيد، وزد هيستفيد، كله هيستفيد، لان في عوائد بس، وفي حد اشترى، وفي فالفرق هتكبر، فلما الفرق تكبر المنتخب يكبر، مش لما انت تكبر بس خلاص لا. فاتمنى ان الدوري السنه الجايه يبقى كده، واتمنى ان الاسطوره ده عبد الحليم علي ده يكون ليه موقف جوه نادي الزمالك. الراجل ده بيحب نادي الزمالك قوي، حطه في منطقه كده بتاعته، بتاعت عاشقين نادي الزمالك، الناس اللي بتحب نادي، حطه يا باشا في اي حته، الراجل ده ينفع في اي مكان في حب الزمالك. فنركز شويه الفتره الجايه، هو ده الدوري، هو ده اللي عندنا يا باشا، اوعى اتحاد كوره تلوش، اجمد شويه، ده انا واثق فيك، في ثقه في كوره بصراحه. عملت موسم انتقدناك في حاجات، بس لا الموسم ده بما يرضي الله جيد لاتحاد الكوره، حصلت مشاكل بس جيد لاتحاد الكوره. ندخل بقى على ايه يا باشا؟ على الرعاة. انا بطل الدوري، تمام؟ فبطل الدوري بياخد رقم كده لا يذكر، 5 مليون مش عارف إيه. بس انا بطل الدوري الموسم اللي جاي، وبطل الدوري الموسم ده، فانا المفروض كرعاة تدعموني انا. يا عم مش هقول لك اديني زيه، بس قرب لي السكه، بحيث ان انا اروح اشتري بقى، اروح اشتري مش عارف ايه، واشتري ايه، واشتري ايه، واشتري ايه، وافك القيد اللي عليا، واعمل واخلي واسوي واجي واروح بقى. المفروض الرعاة يبقوا مع نادي الزمالك يا جماعه، ده المفروض، لكن اروح انا الناحيه الثانيه الاقي نفسي ده رايح في ده، اروح العب البط الكيني والرز العراقي، وفي الاخر يديله اكتر مني. انت مدير فرارجي، ما تقدرش اكتر مني. ها، فالرعاة يركزوا معانا شويه، الجنب ده يجوا شويه، ها، اللي من ضمنهم في ناس مجلس اداره نادي الزمالك، فمعانا. ها، ختامها مسك بقى، هنتكلم على الموسم القادم. معلش هاخد من وقتك شويه كمان، انا اسف طولت شويه. الموسم اللي جاي انت عايز ايه؟ انت داخل دوري ابطال افريقيا، بطل الدوري، تمام، هتكمل بكابتن معتمد جمال، يبقى تديله امكانيات، هتكمل بيه، اديله امكانيات، لان الراجل خد خبرات افريقيه، خسر نهائي بس خد خبرات افريقيه، تمام؟ فانت راجل عندك مدرب كويس، ابعت له بقى ايه شويه امكانيات حلوه، فك له ال 18 قيد اللي انت رابطه بيهم، عامله كده زي الفراعنه، فكهم له، وقول له يا باشا انت عايز ايه؟ عندك خوان الفينا، وهنتكلم برضه على كام لعيب كده، عندك عبد الله السعيد، عندك شيكو بنزا لازم تمشيه، تعبني انا نفسيا، قتلني نفسيا، واخد بالك انت، خلاص مش نفسيتي تعبت منه، مع انه كويس ولا مش عارف، هو في حاجه غلط، هو في حاجه غلط. فانت عندك كام لعيب تطعم لي، حارس مرمى مع مدافع مع خط وسط مع مهاجم مع باك مع هاف، دلعني. انت الدخله اللي جايه دخله كبيره، هتخلي معتمد جمال يبقى تجيب له امكانيات، لان انت لو رحت جبت مدرب اجنبي هتدفع دولارات، وانت معكش فلوس، خد بالك انت، فتخلي كابتن معتمد جمال. انا مع بقاء الكابتن معتمد جمال، بس تزويده بامكانيات. انا باشا اديت لواحد حاجه صغننه كده خليها لي كبيره، لو اديت له حاجه كبيره يعمل ايه؟ هيدلعها لي، هيروق عليا. فيا جماعه كلنا سبورت، خلينا نتكلم بصراحه، الخبرات لسه برضه، ما هو يا جماعه زي ما قلت لكم لسه المدرب، يعني الراجل جاي من هنا لهنا كده على طول، فكلنا سبورت في ظهره زي ما كنا في ظهره وخد بطوله، صدقوني والله العظيم هنفضل في ظهره، هياخد بطوله ثانيه وثالثه ورابعه، بس سبورت، وده من ابناء نادي الزمالك، فده مش هتيجي كده بكره الصبح تلاقيه ماشي شبه كالتيرون، لا ده قاعد معاك يا باشا، انا مكمل، انت عايز ايه؟ حاضر يعني، مش هيروح يغازله ها ويديله فلوس ها ويطلعه الخليج ها. برضه دي ميزه برضه، لان انت بتجيب مدرب اجنبي اهم حاجه عنده الماده مش المواد، تمام؟ فانا مع بقاء معتمد جمال الموسم الجاي، بس
تطعيمات. تمام، هتطعم، واخد بالك انت، بدل ما احنا خلاص هنطعم. خلصنا اتكلمنا، نحكي بقى في ايه؟ في المباراه. شويه كده في المراجعه السريع، انا بحب اللذيذه في الاخر. تمام. اساطيرنا بيبداوا التشكيل: محمد عواد اسطوره، بنتايج اسطوره، حسام اسطوره، السيد اسامه اللي لعب ماتش واحد اسطوره، محمد ابراهيم ولد فرده جامده جدا، شحاته، عبد الله السعيد اللي لازم التاريخ يقف عنده كده شويه كده ويستنى واحده ويجيب ورا، يا اما يحط البي ويقف يتكلم على عبد الله السعيد. لازم التاريخ يريح كده شويه عند الكابتن عبد الله، لان عبد الله اسطوره من اساطير الكوره العالميه. يا عم مزاج، انت مالك؟ انت اللي مضايق، انا شايفه عالمي. ها، انا جايه معايا كده، مش عاجبك ما تتفرجش، واخد بالك؟ انا جاي معايا الكابتن عبد الله اسطوره اسطوره اسطوره. تمام. محمد السيد، خوان الفينا، افضل صفقه الزمالك جابها في اخر 20 30 سنه. تمام. واحد يقول لي يا كابتن ما في بن شرقي، يا كابتن ما انا عارف والله بن شرقي جامد برضه، بس اخوان قلبنا اجمل على الارض، اخوان قلبنا اجمل. تمام. والولد حاسس بيحبنا قوي، ما اعرفش مولود في 100 عقبه ولا ايه، مش فاهم برضه، الحماسه واخداه. لا اكيد لا، ان شاء الله مش هو ده مشكله في حسين. عدي الدباغ الفدائي برضه اللي بيلعب بروح عاليه، برضه روح عاليه قوي. عدي الدباغ. خش على شيكو بانزا، نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. الدقيقه 4 الشيكو بيروح جاي داخل، قال لك بسم السلام عليكم انا هنا، بوم طخ تريخ راحت. فقري طول عمره. خش على ملايع جه عدي، قال لك ستوب هير يا عم شحاته، عندي دي جاي واخد واحده كتف الكابتن سعد ورجع الهدف الاول. تمام. دباغ احلى عدي في الدقيقه 14. تمام. انت شوطه على عواد مسكها، الشوطه دي انا رجعت كده بالتاريخ لورا شويه، قلت له يا كابتن عواد انت لو كانت الكوره دي فلتت منك كنا كلنا يعني طلبنا يعني شايفها، كنا قلبتك، كنا اديناك الهند. اظن انت عارف انا قصدي ايه. فعواد الكوره دي لو كانت راحت من ايده كانت هتبقى كارثه ومصيبه سود. تيجي الدقيقه 16 واخد شوطه ثانيه من سيراميكا. سيراميكا سخن، مش عارف سيراميكا، مش فاهم الماتش كان بيلعب بالروح بالدم نديك يا سيراميكا، انا مش فاهم. تمام. نيجي على الدقيقه كام؟ الدقيقه 20 خوان الفينا بيضيع كوره، مش فداك. ايه يعني ما تضيع؟ فداك يا باشا، ما انت جبت كتير، واخد بالك؟ سؤال القلم وقع هو البارفان بتاعي وقع واخد بالك انت؟ الحكم بيقول لك، عايزين برضو نتكلم. الحكم برضو عطى 1822 انذار، هو كان بيدي كله انذار، حتى الناس اللي بتصور كانت بتدي انذار. هو البنا بتصور بالنضاره فاجر ولا قد كده بس ايه يا حاير. نخش بقى الدقيقه 30، واخد بالك انت؟ كوره بيلحقها الكابتن عواد، هو كان النهارده كان يعني عمل حاجه بس ربنا سترها معاه، حقق عواد، واخد بالك انت؟ شيكو بانزا قلنا بلاش، مش عايز الله يسامحنا عشان انا بصراحه ايام مفترجه احنا صايمين يعني بكره فمش هتنفع، واخد بالك انت؟ نخش على موكا. بص يا كابتن موكا، الاهلي مش هيمضيك عشان بس انا شايف الغل الكروي اللي عندك ده، انا مش فيه غل كروي رهيب، تحس الولا ايه هنا وهنا، فالاهلي مش هيمضيك، فما توجعش قلبك. انت عارف لو عايز تروح الاهلي هتعمل ايه؟ هتيجي عندنا هتشتم هتروح على طول، فما توجعش قلبك بالله عليك. تيجي الدقيقه 42 انقاذ من خوان الفينا، الولد بيضرب سبرنت اقسم لك بالله، طاير لحق كده كحور في الارض، لحقها بدماغه راح جاي راجع فدائي، واخد بالك انت؟ تيجي الدقيقه ايه؟ تيجي الدقيقه 45 انفراد لاخوان البنا، خد عين، هو حد اداله عين على التاكلينج اللي عمله ده، فواخد بالك انت راح جاي فداك اي حاجه، واخد بالك انت؟ يخلص الشوط الاول. تمام. ضاع الشوط الاول. الدقيقه 45 بسم الله الرحمن الرحيم شيكو بانزا يجيب جون، بس انا شايفها جون، مش عارف هو الحكم حسبها ايه، انا مش فاهم، بس هو والله العظيم هي جون، انا شايفها جون وحياه ربنا يعني اللي ما شافش الماتش او ما شافش الكوره دي فلازم يشوفها، انا شايف الكوره دي جون، هو الراجل شاط الهوا يتلغي عشان هو فقر. تيجي الدقيقه 53 ضربه جزاء على عواد، يلحقها عواد، مش عايزين نكتر كتير يعني، هو عمل ضربه جزاء ولحقها خلاص، طالما خدت حقك خلاص، خد بالك انت ما حدش يضربه غيرك. تيجي الدقيقه كام؟ تيجي الدقيقه 63 اخونا حسام، واخد بالك انت؟ بيعشق الكوارث، مسك فخر لقاي شمطه دماغ، ربنا ستر، واخد بالك؟ تيجي الدقيقه 68 خوان قلبنا بوز الجزمه ما جاتش، لو كانت ريحتنا، بس هو الجون ريحنا بصراحه. خروج خوان قلبنا ونزول ناصر منسي، ما فيش اي حاجه حصلت، واخد بالك انت؟ خروج عبد الله بودا ونزول ربيع، الدنيا نشطت شويه عشان بودا خلاص كان جاب جاز. تمام. مخرج المباراه قلنا راح جاي جايب مش ماتش الاهلي ملوش لازمه. تمام. تخش بقى التقييم، نقيم اللعيبه بتاعتنا، لازم نقيمها بتاعتنا. ابطال دوري يابا، وري كده راحت فين؟ اللعيبه راحت فين ولا يعني؟ انت عواد باريزا براحتي، بقيم براحتي. بنتايج باريزا، حسام باريزا، سيد اسامه مزاجي، يا حول ولا قوه الا بالله، ابطال دوري بقى. ابراهيم باريزا، شحاته باريزا، عبد الله 11 عبد الله 11 من 10 ده الجديد منه ده. محمد السيد باريزا، اخوان الفينا 20 من 10. انا مزاجي، يا حول ولا قوه الا، انت مالك يا ابوي؟ مزاجي يا عم، واخد بالك انت؟ عدي باريزا ده جابها. شيكو بانزا هبروقك انا،
باريس مش مشكله، وناصر منسي والكلام ده ممكن ندي ايه، برايز، يلا دلع وروق على الناس ودلع الناس. تمام. ارى بطل الدوري رساله اخيره، انا اللي عملت اعجاز وانجاز ما تعرفش توصل له. شكرا جدا لكل المنظومه الزملكاويه، اولها الجمهور، اللاعبين، المدرب، جون ادوارد، مجلس الاداره، لا نشيل مجلس الاداره. تمام. لو عجبتك الحلقه اعمل لايك وسبسكرايب. احلى جمهور في الدنيا جمهور الزمالك. السلام عليكم.